فإحنا جالنا دلوقتي أول رسالة على الواتساب، ولطيف قوي إنها مسجلة عشان نسمعها مع بعض. نسمع الرسالة؟ مع حضرتك رضوى. أنا بشتغل سكرتيرة عند راجل أعمال، هو أكبر مني ب30 سنة. أنا كنت متجوزة. جوزي كان على قد حاله شوية في موضوع الفلوس، وكان صاحب الشركة اللي أنا شغالة فيها بصراحة حنين عليا جدا، كان بيجيب لي هدايا كتير. هو بصراحة كان مبهر جدا ليا في كل تصرفاته. أنا بقيت مش عارفة أعيش مع جوزي، وحاسة إنه ملوش أي لازمة في حياتي. قعدت واتكلمت مع الراجل اللي انا شغاله معاه، وقلت له انا مش طايقه خالص اعيش مع واحد انا ما بحبوش. فكان رده عليا اتطلقي منه وانا عمري ما هتخلى عنك. وفعلا اتطلقت، وكنت معاه طول الوقت ولما خلصت فتره العده قلت له ها مش هتتجوزني بقى زي ما اتفقنا؟ قال لي هو مش هينفع دلوقتي خالص، واحنا محتاجين الجواز في ايه؟ ما احنا مع بعض، وانا مش هخليكي محتاجه لاي حاجه. انا بصراحة مبسوطة معاه ومش ناقصني اي حاجة، بس مش مرتاحة ابدا انه كده مفيش شكل للعلاقة، ومش عارفة اسيبه واحاول ارجع للراجل اللي انا كنت متجوزاه، ولا اكمل في العلاقة دي وكفاية انه معيشني عيشة كويسة. ممكن حضرتك تقولي لي اتصرف ازاي؟ يعني أنا هرد، والصراحة ما بتزعلش. هو السؤال الأساسي، يعني إيه بتقبلي أصلا هدايا من رئيسك في الشغل؟ يعني إيه أبقى بشتغل وصاحب الشركة عمال يجيب لي هدايا ومغرقني بكرمه؟ طب ما هو ده بداية الخط الغلط. هو جابك بالهدايا والفلوس، انت كنت عايشة وراضية، يبقى هو النهاردة عرف ان دي سكتك، فانت من اول يوم انت رخيصة عنده. ولما قالك اتطلقي، هو عارف ان الفلوس عندك اهم من الجواز والاستقرار. هو بياخد منك اللي هو عايزه، وكمان من وجهة نظره بيديك اللي انت عايزاه. انت شايفة نفسك بقى رخيصة، وده اللي تستحقيه، انك تبقي موجودة بيدفع لك تمن المتعة اللي بتتاخد منك. انت حرة، لكن الحقيقة انا شايفة ان ده طمع، ونهايته قريبة قوي، لانه صدقيني هيدور على واحدة تانية قدام شوية، وهتبقي انت القديمة اللي افتكرك. معانا مكالمة تليفونية، بس انا قبلها انا جالي تعليق هنا على المشكلة اللي فاتت. اللي بتقولي انت ليه مش فارضة انه بيحبها؟ هقولك لان اللي بيحب حد ما بيبهدلوش، وهي لو كانت بنته ولا أخته ما كانش قبل يعمل فيها كده. اللي بيحب حد بيحافظ عليه وبيحترمه، فعلشان كده أنا ما شفتش إنه بيحبها، ده حتى اسمه استخسر الدولة. ناخد المكالمة اللي معانا، اتفضلي. مساء الخير يا دكتورة أمنية، ازاي حضرتك؟ مشكلتي النهاردة اللي عايزة أقولها لحضرتك إنه أنا اتعلقت بالمدرس بتاعي وأنا في المدرسة، وكان عندي وقتها 18 سنة وهو 40. بشوف فيه كده إن هو زي بابا الله يرحمه، والحقيقة أنا اتجرأت وقلت له إن أنا معجبة بيه، وفعلا اتخطبنا وأنا في أولى جامعة واتجوزته، لاني انا كنت شايفة فيه راجل ناضج ومثالي، وشايفة انه السن ده حاجة مش مهمة خالص. لكن في اوقات كده بحس اني مفتقدة قوي انه يكون ليا زوج شاب زيي، وارجع اقول لنفسي ارضي بحياتك وخلاص، وخاصة انه موفر لي حياة مرتاحة ومش عارفة، انا محتارة جدا، انا مترددة وما بقتش عارفة اذا كنت اكمل معاه ولا اسيبه وابتدي حياتي مع شاب يكون في سني. لا يعني النهارده لما يكون عنده 40 سنة انت واخداه في عزه، يعني عشان تقولي لي انا عايزة شاب صغير، الكلام ده لما تتجوزي واحد عدى 60. فانت عشان تقولي الكلام ده النهارده بتقوليه بعد كام سنة جواز؟ انت صغيرة وفي فرق سن بينكم، بس هو لسه كمان صغير. الفكر ده طالع من نفسيتك انت، التخيل ده مش حقيقي. انت عشان في ناس حواليكي قالت
انت واخده واحد اكبر منك ليه، ده في صغيرين كانوا يتمنوكي، كان انما انت جوزك فعلا مش كبير، في فرق سن لكن هو مش عجوز. فهنا انت بتضيعي حلمك ليه؟ ما انت واحد حبيتيه وربنا كرمك واتجوزتيه، بتدوري ليه على المشاكل؟